عليكم مشاهدين ديالنا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جيناكم فيديو جديد. عندنا الحوت البوري يدار في اللاطه، منظفاه غسلاه ومسقطر، غسل مزيان ومسقطر. غادي نديرو الشرموله ديال الحوت، عندنا القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، وعندنا 4 الفصوص ديال الثومه متوسطين محكوكين. غادي نضيفوهم في واحد الاناء، عندنا التوابل، عندنا الفلفل الاسود، عندنا السنجبيل عفوا، عندنا العطريه ديال الحوت، عندنا الكمون نديرو منه غير شويه، عندنا الملحه كتبقى على حسب الذوق، عندنا البابريكا، عندنا الكركم، وعندنا السنجبيل. كل حاجه غناخذ منها راس معلقه. خديت كل حاجه، خديت منها راس تاع المعلقه. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال زيت المائده، غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل، هاد الشرموله غادي نضيف لها شويه ديال الماء. الشرموله ديال الحوت وجدات. عندي بصله مشلضه غنسوطيها، عاد نديرها في اللاطه بشويه ديال الملحه وشويه الزيت وشويه الابزار. عندي الدنجال وجوج ديال الفلفلات، وحده خضراء وحده حمراء، حتى هما غنسوطيهم بشويه الزيت والملحه وشويه ديال الابزار. غادي نرافقهم بواحد الشليضه، عندي هنا فلفله شويه كتجي ممتازه، غادي نديرها مع المطيشه والبصله. عندي مطيشه مقطعه غنديرها في اللاطه، وعندي هنايا كابيله غادي نديرها في الكوكوط. غنوريكم الطريقه ديالها كيفاش غادي نصايبها، كتجي ممتازه. دابا غنبدا على بركه الله، غادي نشرب من هذا الحوت مزيان. هاد العطريه مزيان تدخل في الحوت. غادي نخليهم واحد نص ساعه، عاد نديرهم في اللاطه. على الطريقه هذه نخلي هاد الحوت مرقد واحد نص ساعه. كيف ما كتشاهدوا معايا البصله ديالي سوطيتها بهذا الشكل هذا نص طيبه،
شويه ديال الزيت، شويه الابزار، شويه الملحه. باذنجان تا هو صوطيته تا هو نص طيبه. الفلفله غير شويه، غير صهدتها غير شويه. دابا على بركه الله غادي ناخذ اللاطه غادي ندير فيها الحوت. دابا غادي ناخذ هاد الكبايله مغسوله مسكره بالشوكه، غادي نستفها على هاد الشكل هذا. نحط الجل ديال الضب، غادي ندير فيها الكبايله هذه اللي هي مغسوله منقيه ومغسوله مسقطره مزيان من الماء. غادي نستفها هكا في الكوكوط. نتمنىكم تجربوها، راه كتجي غزاله بهذه الطريقه هذه. كنضيف لها الكمون، ونضيف لها الملح. واحد المعلقه ديال الخل حتى هي كنديرها لها، وكنضيف المعلقه ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال الزيت عفوا. صافي، وكنسدو الكوكوط ديالنا، مكنديرش ليها الصفار، غير كنسدها ونديرها على نار مهيله. اللاطه ديالنا خرجناها من الفران، كيجي الحوت طايب وناشف. نتمنىكم تجربوها. الحوت اللي درنا فيه الكبايله اللي درناه في الكوكوط حتى هي كتجي على هذا الشكل هذه، وكتجي ناشفه وممتازه. كنتمنىكم تستحق التجربه. والشليضه ديالنا اللي درناها بالبصيله والفلفله، وبالصحه والراحه.